السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا الغاليين، عاملين ايه؟ ازاي حالكم؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله يا رب العالمين. تعملي ايه مرحبا؟ النهارده ان شاء الله بامر الله يا حبايب قلبي هنعمل تخزين التوم، واول مرة السنة دي ان انا اتأخر على تخزين التوم ده. انا كان زمان مخزناه بقالي شهر، بس ايه مش عارفة ايه اللي اخرني السنة دي، فقلت بقى بايه بجملة الزحمة اللي احنا فيها دي نجيب التوم عشان خاطر بيغلى. يعني اسال واحد يقول لي ب35 مش ب30 يا حاج. قال لي لا. والله. سالت واحده تانية قالت لي ايه، انا كنت سائله واحده وانا ماشيه كده، كنت رايحه مشوار، قالت لي ب25. المهم يعني ايه مش عارفه. قلت بقى ايه وقت ما احب اجيب ربنا يسهل واحنا ونصيب. يريد السميع العليم ان ايه النهارده نجيبه ب20 جنيه التوم الجميل ده. فكل الربط المتربطه دي هتفضل زي ما هي كده، هتفضل زي ما هي بالايه بالروز بتاعها كده لطول السنه يعني. اما الرفيعه شوف انا ناصحه ازاي، اما الرفيعه اللي زي دي نعملها بقى زي دي ونضربها في الكبه بشويه ملح وشويه زيت، وتتعبى في قلب الاطباق وتبقى ايه جاهزه، لان دي مروه ما تنشف مش هتلاقي فيها حاجه. فوهي طريه نستعمل، والكبيره نسيبها يبقى عندنا المهروس ومعمول بملح وزيت، وعندنا في نفس الوقت الفريش. لو عاوزين نقشر بقى كده راس ولا 2 ولا حاجه يبقى عندنا ده وعندنا ده. ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناه يا عسل. الله يصلح حالك يا رب العالمين. وخليكي معايا لما نخلص الفيديو. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. عملت ايه يا مرحب؟ بنعمل التوم يا حبيبه قلبي. بنعمل التوم الرفيع خالص اللي زي الراس ده كده. بنعمله بقى كده، وهنعمله بالزيت والملح. بسم الله ما شاء الله. اهو الرفيع اللي زي دي كده، لان على اخر السنه مش هتلاقي فيها حاجه، فدي وهي طريه اعملها وتعلمي مني يا حبيبه قلبي. اما اللي زي دي لا، هسيبها زي ما هي كده لحد ما تنشف كده، ونجر منها. يبقى عندنا ده عاملينه بالملح والزيت في الفريزر، ويبقى عندنا ده. وخليكي مع ام مرحب يا قلبي في الحاجات الحلوه دي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وريكم التوم يا شباب، وبرده نوريكم احنا ما عملناهوش كله، لا احنا عندنا نصه رز جاهزه، والنص الباقي عملناها قشرناه كله كده اهو. وهنضربه في الكبه ان شاء الله بامر الله. هنحط شويه زيت الاول قبل ما نحط التوم. نحط شويه الزيت الاول وشويه الملح، وبعدين نحط الدور بقى بتاع التوم. وهتشوفي جماله يا حبيبه قلبي. يبقى عندنا اللي هو اشراش سليم، وعندنا وعندنا المطحون يعني. يبقى عندنا ده وعندنا ده ان شاء الله بامر الله. ما نحرمش نفسنا من الروس، ولا نحرم نفسنا من افرض ان احنا مش فاضيين يعني. افرض ان احنا مش فاضيين، يبقى احنا عندنا الحاجه اللي تسعفنا. مش فاضيين نقعد نقشر توم، نلاقي الحاجه اللي عندنا تسعفنا. ماشي يا رب كده. ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناه. الله يسعد قلبك يا رب يا قلبي. حاضر عينيا هنحطها. شويه زيت. بص كده، حبه زيت حلوين كده خلاص، مش كتار يعني. حاجه كده لا تذكر يعني. خايفه بس حبه ملح برضو صغيرين كده في الكبه دي كده. ونشيل التوم. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. احلى توم كده واحلى تخزين توم. شايفه يا عسل اهو. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي وبارك لنا فيه. كفايه عشان نعرف نظبط امورنا. يلا بينا. اللهم صل على النبي. احلى توم واحلى تخزين توم ببياضه وجماله وحلاوته. شايفه يا عسل. يبقى عندي يبقى عندي ده جاهز. لو انا مش فاضيه اجري عليه واجيبه، لو انا فاضيه اقشر برضو راس توم كده من اللي انا سايباه بحاله يعني. عندي المفروم وعندي اللي مش مفروم. عندي المفروم يا قلبي اهو.
بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي وبارك لنا فيه. حاجه كده شوكولاته واحلى توم يا شباب. بسم الله الرحمن الرحيم. ده اول طبق. تاني طبق ونكمل عليه ان شاء الله بامر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وكمان بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. شويه ملح، شويه توم حلوين بالعجل بالعجل كده. يلا بينا. كل اللي معانا يصلي على النبي يا شباب. عايزين كل اللي معانا كده يصلي على النبي. صلي على النبي وانت قاعد معانا كده يا عسل. اخر طبق ناديلي. التوم الصلاة على النبي ديت لسه مفرغينه من الكب اهو. شايفه يا قلبي؟ نحط شويه زيت، شويه ملح، وتصلحيه كده اهو بالمنظر ده. ويبقى عندنا الايه؟ التوم المفروم. ويبقى عندنا برضو الايه؟ اللي مش مفروم. الكب اهي شويه زيت. خلاص. شويه ملح اهو. صلي على النبي وملح. شويه ملح كده صغيرين. خليكي معايا يا عسل. التوم وتخزين التوم. خليكي معايا كده. حطينا الزيت، حطينا الملح، حطينا التوم، ونضرب في الكبه ونملى الاطباق العسل دي. ويبقى عندنا الايه؟ اللي براسه عندنا. ويبقى عندنا الايه؟ ويبقى عندنا المفروم. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. خلصنا يا ولاد تخزين التوم. العسل ضربته في الكبه. اتقشر الاول. ضربته في الكبه. شويه ملح، معلقتين زيت، واعملي احلى توم. يبقى عندنا ده وعندنا ده. ما نحرمش نفسنا من حاجه. انت ملخومه ولا حاجه وما انتش مش فاضيه تقشري التوم، يبقى اروح جاريه اجيب الطبق من ده واشوف شغلي واخلص. ولما اقعد اقشر حبه كده احطهم في التلاجة برضو. يبقى عندي ده وعندي ده. وكل سنه وانت طيبه وعقبال البصل يا رب ما نخزنه واقول لك ايه؟ اتفضلي.